صوت صب القهوة، ريحة الهيل، وفنجان صغير يضيف بكل هدوء. احنا اليوم نشوف فنجان القهوة عادة يومية، بس بالحقيقة كان أكثر من هيك بكثير. كان رسالة، موقف، وأحيانا قرار مصيري. هنا بمنطقتنا الجزيرة مثل كل المجتمعات العربية، ما كان فنجان القهوة مجرد ضيافة، كان لغة كاملة تنفهم بدون حكي. اليوم رح نتكلم عن هاللغة، عن فناجين القهوة والرمزية اللي كانت تحملها. معانا اليوم ضيف رح ياخذنا برحلة مليانة ريحة هيل وقهوة عربية. حياك الله معانا الشيخ أكرم المحشوش، أحد وجهاء قبيلة الجبور العربية. خلينا نبدأ من الأساس، عليش القهوة بالذات كان إلها هالمكانة كبيرة عند العرب، وخصوصا عنا هين بالجزيرة؟ القهوة المرة أو نقول القهوة العربية التقليدية لها مكان كبير بالثقافة العربية، خصوصا بالبادية والخليج وبلاد الشام. طبعا من أبرز ميزاتها هي الكرم والضيافة، لأنها تعد القهوة دائما يعدونها من أساسيات الاستقبال، رمزية الاستقبال للضيف، احترامه وتقديمها يعتبر من عادات الأصالة العربية، وبعدين توسعت أكثر من العربية. بعدين فيها أيضا تدل على الترابط الاجتماعي، تجمع الناس بالمجالس والدواوين وتفتح باب الحديث والتقارب. الشيخ، يعني نقدر نقول إن القهوة كانت مثل بروتوكول اجتماعي أساسي، بروتوكول أساسي من ضمن التنظيم الاجتماعي. مجلس بدون قهوة مرة ما ينفتح فيه حديث، مجلس بدون قهوة مرة رواده راح يكونون ضعيفين أو للحاجات الخاصة. هي كانت الترابط المجتمعي. يعني إذا بدنا نقول واحد بده يقول واحد أمشت نروح أنت قهوة عند فلان، قهوة فلان. طبعا أولي كانت القهاوي معدودة على أصابع الحكم، بحكم الوضع الاقتصادي صعب، بحكم غلائها، بحكم عدم وجودها وغالية، ما كل الناس تقدر عليها، وأيضا وضع عملها، يعني شغلها، تجهيزها، دقها. فالقهوة من أساسيات الاستقبال، بالربعة من أساسيات استقبال الناس. هنا ننتقل للسؤال الأهم، إذا القهوة هي اللغة فشنو كانت مفرداتها؟ يقولون أنه فنجان القهوة ما كان نوع واحد، كان أنواعه كثيرة. هم كم نوع؟ شنو هاي الأنواع وشنو مسمياتهم؟ طبعا القهوة مسمياتها هي تقريبا 4 مسميات على ما عرفناه وسمعناه من الأولين، والحجنا إحنا دور لحد اللحظة هذه. لها 4 مسميات. تسمياتها قهوة الهيف، وقهوة الضيف، وقهوة الكيف، والأخير أيضا تجي اسمها قهوة السيف. قهوة الهيف هذه يبدأ بها المعزب حتى يشوف مثل ما يقول طعم القهوة. هذا بالنسبة لقهوة الهيف. قهوة الضيف هاي تقدم للضيف كاستقبال له. نجي قهوة الكيف، هذه مزاجية، يعني أنا مشتهي هيك مزاجية القهوة، أحبها أشربها، هذه اسمها للكيف، يعني للبال ومرتاح، للبده يقعد هيك لحاله. نجي أيضا على السيف. هذه قهوة السيف تقدم لما صاحب القهوة يكون عنده مشكلة أو عليه ضغط أو عليه مشكلة مع حدا، يعني تجي تشربها عنده دلالة أنه أنت جاي تعاون وجاي تقف معاه. هذه أنه أني قهوتك هاي قهوة السيف، ما هي قهوة فضاويات، فتعبر عن الوقوف مع صاحب المضافة أو صاحب القهوة، الوقوف معه. أيضا بالنسبة للقهوة بشكل عام، تسمياتها ما جت عن عبث، تسمياتها جت بمسميات صحيحة، لأنها لازمة، لأنها كانت القهوة هي مفتاح الحديث، هي مفتاح الخير والشر بتسمياتها.
في بعض الروايات تقول أنه بعض فناجين كانت مرتبطة بالحرب أو الحماية. هل فعلا هالحكي حيل دقيق أم إنه مجرد سوالف؟ هلا شوفي، فناجين القهوة أحيانا إلها طبعا بغض النظر عن مقاساته وعن الصنع، أما كانت تقدم من الشيوخ تقدمها لبعضها، تقدمها يعني هي رسالة. لما الفناجين طبعا هي شنو معيارها؟ هي دلة والفنجانين القهوة. هسه تطورت مع الناس صارت 3 فناجين، أما الواقع هي فنجانين تتقدم. الفناجين هي رسائل، شكل الفنجان رسالة عن خير عن شر. جيت الفنجان، هزت الفنجان، عرفت علي؟ فأنواع الفناجين حقيقة يعني أنا أقولها بصراحة، القهوة وفناجينها ودلتها وصنعها هي علم بحاله. هي هذا مفروض حتى يدرس، ما هي بهالسهولة يعني إنه الواحد يعرف، الممارسة صعب عليه. بمنطقة الجزيرة تحديدا، هل كان بي خصوصية بهذه العادات ولا هي امتداد للثقافة العربية بشكل عام؟ نعم، الأساس هي امتداد لما سبق، ما هي جت صنع محلي، هي امتداد للسابق، هي امتداد للقهاوي السابقة، هي امتداد فنجان القهوة أو القهوة المرة. هي شفة، هي ما هي فنجان مليان مثل القهوة الحلوة، هي شفة. هالقهوة المرة كان لها معاني، يعني يجي الضيف بحاجة، إذا ما مثلا طلب من صاحب هالقهوة، صاحب هالديوان طالب منه طلب يحط الفنجان ما يشرب، وبعد ما ينصب ما يشرب، يحطوه قدامه وينزلوا انه له حاجة، انا جايب الحاجة الفلانية. يعني قليل او ما صارت بحياته انه خلص اشرب فنجانك ان شاء الله حتى بها دم زلم. عرفت علي؟ انه خيو القهوة هذه ايضا مفتاح الحديث، يعني يفوتون الناس على البيت اذا ما بعد السلام ما صب قهوة ما يقدر يدخلون بولا موضوع، يظلون صامتين على مستوى. طبعا القهوة ما تطول، يعني القهوة تظل مثل ما يقول دائما جاهزة، بدها تحمى، بدها على النار. فهذا الأمر هذا خلى فنجان القهوة له عبرة. كل حركات القهوة هي رسائل. اللي ما يشرب القهوة ليش ما يشربها؟ اللي بده 3 فناجيل، اللي ما يشربها بنوبة وجاي وقت غدا معناته هذا جوعان، وإذا شربها متغدي إذا بده يستر على معزبه. بكثير من الأمور قلت لك هي علم. ثاني شيء الدلة اللي نصب بيها ما تنحط على النار، قليل جدا إلا إذا كانت سابقا أوضاع صعبة، ما بغير هالدلة، هي للغلي وهي للطبخ. اليوم لأنه في لها أقسام، في لها قمقم، في لها تسميات كثيرة. إحنا نقول بالنسبة الدلة والفنجان صايرات أساسي بكل بيت، حتى بنظرتنا ونظرة القديمين، وكانوا ينظرون البيت الما بدلة ينظر له ما عنده شيء من الأصالة، لأنه لو حتى البيت ما في أكل ما في مشكلة، بس إذا ما في قهوة مشكلة. إذا ما تقدم للضيف قهوة هنا مشكلة، أما ما تقدم له أكل يصير ما تقدر على ما عندك، ما انت جاهز، ويجوز وقت الضيف قصير وانت ما تقدر تخليه يستنى ساعة ساعتين تذبح عليه تسوي له. لكن القهوة لازم تكون في كل بيت، من أساسيات الربعة، من أساسيات الجلسة، من أساسيات السوالف هي القهوة. برأيك هل احنا خسرنا شيء فعلا ولا هي مجرد عادات وانتهى وقتها؟ لا، العادات ومستمرة ما انتهى وقتها، وتسميتها تظل من مثل ما هي. يعني التسمية يعني مثلا الهيف صاحب الدلة يشربها، صاحب المضافة عفوا يشرب منها حتى يطمئنوا القاعدين يشربون منها. قهوة الضيف ما انمسحت، ظلت موجودة. قهوة الضيف اللي تتقدم للضيف. نجي قهوة الكيف، يمكن بهالظروف الصعبة ما ضل عند الواحد مزاج كيف، أنا معك. نجي قهوة السيف، يمكن بهالظروف السياسية ونتيجة الحروب ونتيجة القوة العسكرية ونتيجة تطور السلاح يمكن زادنا صفت قليلة، أما موجودة ما يعني انعدمت بنوب. ظلت موجودة الفناجيل بتسمياتها، القهوة بتسمياتها، القهوة للهيف وللضيف وللكيف يمكن تبع الكيف شوي انفقدت، لكن ما تبقى ظل مثل ما هي ومستمرة بالقهوة هذه. زين، يمكن اليوم ما عاد بيه فنجان سيف ولا فنجان فارس، بس يمكن نقدر نرجع معنا فنجان الضيف لما نستقبل بعض بمحبة، أو فنجان الكيف لما نشارك لحظة هدوء مع حدا نحبه.
ختاما للقائنا اليوم، شنو تحب تعطينا معلومة أخيرة عن القهوة؟ نعم، القهوة المرة بحقيقة هي تعني الأصالة. القهوة المرة تعني القوة. القهوة المرة تعني الكرم والفخامة في المجالس. القهوة المرة دائما تتقدم للكل، يمكن يبدأ فيها في كبير الجلسة في كبير القوم، لكن الكل يشربها. يعني هي إلها وبأسمائها المختلفة. القهوة المرة حقيقة هي نرد نأكد عليها مكانتها، مكانة الثقافة العربية، أنه هي كانت رمز للكرم والشهامة والعلاقات الاجتماعية، وتقدم في كل المناسبات. الشغلة الوحيدة اللي تقدم في كل المناسبات وأساسية هي القهوة المرة، إن كان فرح، إن كان جاي من حج، إن كان زواج، إن كان ناجح، إن كان عزاء، إن كان حدث في مشكلة كبيرة، هي تضيف القهوة. فبدنا نقول القهوة حقيقة هي الهيبة، هي الأصالة، هي الوقار، هي كرم الضيف، وأيضا هي تدعي للصبر والتحمل والصدق والبساطة. القهوة ما كانت بس مشروب، كانت كلمة، موقف ووعد. يمكن ما نقدر نرجع نعيش نفس التفاصيل، بس نقدر نحافظ على روحها، أنه يكون بمعنى لكل لقاء والكل فنجان. وخلوا فنجان القهوة الجاي مو بس لحتى نصحى، خلوه يكون لحتى نحكي، نقرب ونتذكر أنه أبسط الأشياء ممكن تحمل أعمق المعاني. شكرا لضيفنا الشيخ أكرم المحشوش، وشكرا لكم زاد مستمعينا. كنت معاكم سهى الطراف بحلقة من بودكاست ذاكرة الجزيرة.